أتفهم تماما حيرتك واستغرابك صديقي، خاصة إذا كنت تعرفني معرفة شخصية ولا تعرف أهلي وناسي. راح تقول وش به السيد هذا له داخل خي نعرفه كان عاقل خاطيه المشاكل، وش به درك عاد النهار كامل هو داب وداب الشيوخة تاع الدين. هذو ناس حباب ربي نعتو في طريق ربي وش داه ليهم. نعم صديقي، أنا ثاني كنت كيما أنت، واحد الوقت كنت نقدسهم وكنت نعتبرهم أولياء الله، حتى وين نعم عليا ربي بنعمة الهداية، هداني وفتح لي بصري وخلاني نخدم عقلي. كي بديت ناناليز الهضره نتاعهم بشويه ونقارنها بالعقل والمنطق، بديت نفهم باللي هادو هما اللي يدبدبوا المجتمع، هادو هما اللي يدمروا الشعب، هادو هما باقيين يتبعوا في كتب التراث اللي تكتبت في وقت في العهد العباسي الاموي. كان الهدف منها سياسي، كان الهدف منها تخديري، كان الهدف منها اخضاع الشعوب لجعلها تطيع الحاكم طاعه عمياء مهما فعل. علاش كي تروح تقرا في التاريخ جميع الفلاسفه والمفكرين المسلمين اللي قتلوهم الحكام بكري، كيما ابن رشد وابن سينا والحلاج وغيرهم، شكون الاول اللي بيع بيهم، شكون اللي جاب خبرهم؟ هما الغوغاء، هما المواطنين، هما العامه. علاه؟ هما ضحايا الفكر هذا. دوك انسان كيما هذا مسكين، لا مستوى، لا لغه عربيه فصحى ينطقها مليح، لا مستوى علمي. تخيل نتايا عندك ابنك صغير يقرا الثالثه ولا الرابعه ابتدائي، تديه معاك للجامع يصلي، يحضر خطبة تاع الإمام هذا، شفتوا الفيديو تاعو بارطاجيته من قبل، اللي يقول فيه باللي ما يجوز لكمش تقولوا باللي المطر تصب من السحاب، هذا راه ما كانش منها انه راه يتصب، ولا المطر راه يتصب من السماء. المطر منين ينزل؟ من السماء، يجي من السماء ماشي من السحاب. ماشي هذيك العقليه هذيك تاع يتبخر الماء ومن بعد يولي سحاب ومن بعد يعاود يهبط علينا، هذيك لا اساس لها من الصحه. تقريب شوف جمهور المفسرين في الايات كامل، روح اقرا القران مليح، لازم نقراو احنا ثاني يكون عندنا وعي شويه، ما ندوش نبلعوا برك. ربي اللي خلق الدنيا يقول لنا هو كان. تخيل انت ولدك هذا البارح ولا البارح قراته المعلم ولا المعلمه على دوره الماء في الطبيعه، كيفاش الماء يتكثف ومن بعد بليطو يتبخر ومن بعد يتكثف ومن بعد يرجع سحاب ومن بعد تصب منه النوم. هيا درك بنك يشوف الامام هذا بهاله هكا وباكبار، بنك راح يدخل في بعضاه، يقول لك درك شكون اللي عنده الحق، الامام ولا المعلم؟ هذا الناس هذو هما أعداء المجتمع، وهما اللي راهم يخلاو الدين الإسلامي ولا عادت الناس تضحك علينا وقعدنا حنا هما الاخرين في الامم. لانه يعاونوا الناس باش يلغيوا العقل ويشجعوا في الخرافه ويشجعوا في الخرطي. الدين هو العقل، ربي سبحانه مستحيل يعطيك نعمه كيما العقل ومن بعد يطلب منك انك تعطلها وتسمع واش قال فلان عن علان عن علان.